طبعا من ارخم الحاجات اللي هتقابلك لو انت عندك طبعه برو 400 او برو 400 او 2055 او 2035. الطبعات اللي زي ديت كلها هي البريسايه بتاعت البانل دي. البريسات ديت دايما عيب شائع فيها ان هي بتبوظ بالطريقه دي. طبعا احنا النهارده فكينا البريسايه وهنتعلم مع بعض ازاي نغير البريسايه. اول حاجه لازم تكون عندك طبعا المكوه، تكون مكوه كويسه كده ويفضل لو في الحامل ديت وفي اللي هي الايه الشفاط الكهرباء ده. لو ما فيش الشفاط الكهرباء بنستخدم الشفاط العادي عادي. يعني انا ان شاء الله هشتغل بالشفاط العادي، ما فيش اي مشكله. بص، اول حاجه كده هننضف البورده اللي معانا ديت اهو. تمام. بعد كده هندخلها على الحامل ده. تمام. هنبدا ان احنا ايه الفلكس ده هنبدا ان احنا يعني ايه نحطه كده على جميع الاماكن اللي هي بيبقى فيها ايه اللي انا هنشتغل فيها. تمام. بعد كده بالمكوه وهبدا ان انا ازود الزير اهو. المكان ده كده هزود فيه الزير اهو كده. طبعا الفلكس ايه هيظبط الازير معايا، في نفس الوقت البوردة مش بتتحرق ايه مني. عشان كده انا بحب ان انا ازود الفلكس شويه وانا شغال. طبعا الدخان اللي طالع ده تحاول بقدر الامكان ان انت ما تشموش. طبعا البوردة ده كان حد ايه شغال عليها قبل كده فمطير الرجل دي. فبعد كده ايه هنجيب الشفاط بتاعنا اهو، اشتغل بالشفاط العادي خالص اهو اهو. صوت يطمن ويرجع الحال، بويجي مهندس محمد جلال، 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 بويجي مهندس محمد جلال. بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال. بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال. صوت يطمن ويرجع الحال، بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد جلال، بويجي مهندس محمد
جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال بويجي مهندس محمد جلال. احنا عدينا على الرجول كلها، مش باقي معانا غير الرجل اللي هي دي، يعني كله متوصل تمام اهوت. تمام، ديت طبعا الرجل دي والرجل ده الطايره مش مشكله معانا، الرجل دي والرجل ديت هما اللي عليهم الشغل او عليهم الخط او مكملين الخط، فدولت مش هيعملوا معانا مشكله. ديت برضو الرجل ديت برضو مش فاضيه معايا، ملهاش لازمه، يعني مش موصله لحاجه بعديها. تمام، والباقي كله كده بفضل ربنا متوصل تمام، مفيهوش اي مشكله اهو. تمام، الرجل ديت اهيت كده بنعيد لحماتها اهيت وبنظبط. الخطوه اللي بعد كده هبدا ان انا اعمل كوبري من ديت للخط ده. طيب هعمله كده ازاي؟ تمام، انا معايا الافو اهو، هشغل الافو على وضع الصفاره، هلاقي ان الرجل دي والرجل دي تمام مختلفين، والرجل دي والرجل دي موصلين ببعض، الرجل دي والرجل دي موصلين ببعض. فانا عايز الحم الرجل دي او الرجل دي بالخط، امشي كده 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 لحد هنا، عايز الحمها هنا. طب انا مش هطول ده كله، هعمل ايه؟ هبدا ان انا بالراحه كده بالراحه كده، ممكن اجي من ايه، من نقطه واسعه كده او من المنطقه دي كده اهو اهو. هبدأ هبين كده ايه جزء من حتة النحاس اللي هي موصلة الرجل دي بالرجل دي. ده كده يا جماعة كله في المخطط بيبقى جزء نحاس او حتة نحاس، سلك نحاس موصل من النقطة دي للنقطة دي. فهبدأ ان انا امشيها كده، وهجيب الزير وهديها كده اهو. تمام، لحد اما تاخد معايا ايه الزير، وهبدأ ان انا اعمل كوبري من هنا لهنا كده. واحدة واحدة لحد ما تيجي معايا. ممكن اشيل انا تاني الشيل من على الرجل ده عشان بيشبط معايا اهو. تمام، وهبدأ ان انا اعيد نفس النقطة تاني كده. المفروض ان هي خدت النقطة دي بالنقطة دي، هنضف كده بس واتأكد ان هما متوصلين ببعض كويس. تمام، اهو هنعمل الرجل دي كده اهي.
طبعا هما كده مش واصلين، هحاول ان انا ابيت الرجل دي في مكانها كده لحد اما ايه تجيب معايا على قد ما تقدر، وبعد كده هديها ايه نقطة اشجير تاني. طبعا احنا هنتأكد من توصيلاتنا صح ولا غلط دلوقتي برضه، يعني ما تستعجلش، وبرضه هوريك ازاي تعرف ان توصيلاتك صح ولا غلط. كده انا لحمت الجزء ده اهوت، خدت كوبري لحد هنا اهو، تمام. طيب عايز اعرف بقى ان توصيلاتي صح ولا غلط. احنا قلنا ان النقطة ديت لو مشينا معاها كده لو مشينا معاها كده هنوصل لحد الرجل دي، تمام. لو عملت كده بص كده على الجهاز مصفر معايا اهوت وقايد، يعني معنى كده ان الخط ده خلاص كده واصل بالنقطة دي، يعني انا كده شغل مظبوط وعملت الكوبري مظبوط، تمام. فانت كده هي ديت الطريقة، احسن طريقة لو الرجل ايه طارت منك وانت شغال بنفس البوردة دي كده. خد بالك البوردة ده ضعيفة قوي، فحاول ان انت ما تعليش المكوة قوي. طبعا هننضف بوردتنا، تمام. ننضف البورد اهو من ورا من قدام مطرح اللحامات بتاعتنا، تمام. طبعا البريسات حتى صوتها هيختلف، صوت البريسات هيختلف. خلاص كده احنا كده عملنا ايه، عملنا البريسات وغيرنا طقم البريسات بتاعت البوردة دي. يلا بقى هنبدأ ان احنا نركبها في مكانها في الطبعة، وهنبدا ان احنا نجرب الطبعه ان شاء الله. طبعا انا رجعت لكم بعد ما قفلت الجزء بتاع الطبعه وكل حاجه جاهزه ان انا للشغل على طول، عشان خاطر ما اطولش الفيديو على حضراتكم. تعالى بقى نجرب الزرار بتاعنا. لو ضغطنا على زرار الاكس هيطلعني بره اهو، جاب لي ريد اهوت على الشاشه. دوست على السهم اليمين، رجعت تاني اشتغل معايا القايمه واقلب، تمام. ومثلا وهختار، هرجع تاني هقلب، هختار الروبورتس كويك اهوت، نجيب الروبورتس وهنجيب الديمو بيج. كده خدت معايا الاوردر من المكنه اهوت، وبدات تستجيب معايا وتستجيب معايا ايه الزراير بتاعه المكنه. طبعا انا كنت معاه البرايتنس، فهفتح البرايتنس عشان الصوره توضح وتبان زي ما انتم شايفين حضراتكم. ده كده كان الفيديو بتاع النهارده. انت كمان لو عندك مشكله في طبيعتك او اي حاجه في طبيعتك سيب لي تعليق بالمشكله، لو اقدر اساعدك واحلها ان شاء الله اعمل ديت. لو مش هقدر تقدر تنورني انت في واحد من المماليك الخلفاوي شبرا مصر، او تتواصل معايا على 010 990 40 736. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنساش بقى تدعم القناه باللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.